السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي كده هنعمل مكرونة بشاميل، وهنعمل فاصوليا، وهنعمل رز بشعرية، وعندنا فرخة كده هنعملها برضو مع الاكل بتاعنا النهارده. يا رب اكلنا النهارده يعجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة، نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل بقى الصلصة بتاعة الفاصوليا. انا قطعت بصلاية كده يا حبايبي، وحطيت معلقتين سمنة هحمرها كده بقى معاكم، وجبت معلقتين سمنة كده ولا معلقتين زيت حسب ما انت عايزة، وحطيت عليها اللحمة المفرومة دي عشان اعمل المكرونة البشاميل. بحط اللحمة كده تاخد صدمة كده في المادة الدهنية بتاعتنا. عايزة تحطي سمنة براحتك، عايزة تحطي زيت براحتك، فانت حسب ما انت عايزة. حطيت اللحمة كده تاخد صدمة في المادة الدهنية بتاعتنا، وبعدين اكون بقى مجهزة البصل وموضباه كده مخرطاه ولا فرماه في الكبة حسب ما انتي برضو عاملاه. جبت بقى البصل كده وحطيته على اللحمة بتاعتنا كده، وقلبه بقى على بعضه كده. كانت اللحمة بتاعتنا خدت صدمة، نقلب بقى عليها البصل كده ونسيبهم يشوحوا مع بعض كده براحتهم على ما نجيب لهم التوابل. وايدك فيها برضو على طول تقلبي، عشان ان كانت النار عالية لما توطي النار خالص على ما تجهزي التوابل بتاعتك وحاجتك، وبعدين تبقي تحطيها على نار متوسطة. هنجيب بقى التوابل يا حبايبي كده نحطها. هنحط بقى شوية كمون وشوية فلفل اسود وشوية ملح وشوية قرفة وشوية جنزبيل. انا بحب احط على اللحمة المعصجة بتاع ده قرفة وجنزبيل. يا حبايبي حطيت كده يا حبايبي كده حطيت شوية جنزبيل وشوية قرفة وشوية فلفل اسود وشوية ملح. الجنزبيل والقرفة بصراحة على اللحمة المعصجة بتخليه جميلة بصراحة والقرفة بتخلي ريحتها جميلة. انا بحب احط على طول على اللحمة المعصجة القرفة والجنزبيل، وطبعا بقى الفلفل الاسود والملح. مش لازم كمون، عايزة تحطي كمون براحتك، عايزة تحطي بهارات برضو براحتك، بس انا اهم حاجة عندي الجنزبيل والقرفة والفلفل الاسود على اللحمة المعصجة. تقلبيها كلها كده مع بعضها يا حبايبي كده زي ما انت شايفة. تقلبي البصلة كده في اللحمة كلها كده ببعضها. وطبعا بقى عندك قرن فلفل اخضر حطيه، عندك قرن فلفل حامي برضو حطيه، عايزه تحطي فلفل حامي حطي، مش عايزه تحطي فلفل حامي وتحطي شويه شطه حمراء براحتك برضو حسب ما انت عايزه. مش عايزه تحطي شطه خالص ما تحطيش براحتك. فانا كان عندي قرن فلفل كده حامي وقرن فلفل رومي صغير كده، وخرطتهم الاتنين برضو واحطهم عليه. تقلبي بقى فيها كده على طول عشان من تحت ما تستويش ومن فوق لا، فانت ايدك فيها كده على طول. عندي بقى البصله بتاعت الفاصوليا كده دبلت معايا انا مش عايزه احمرها قوي برضو علشان الجو حر، واحنا مش عايزين الصلصه تبقى حاميه معانا. جبت بقى معلقه صلصه كده وحطيتها على البصلايه، وقلبتها كده ببعضها، خدتها تشويحه كده في البصلايه قبل ما احط القوطه، وبعدين حطيت القوطه عليها. لما يكون عندي صلصة بروح حاطة معلقة الصلصة على البصلاية بعد البصلاية ما تدبل كده معايا، واروح واخداها تشويحة كده اقلبها تتشوح كده مع البصلاية، وبعدين اروح حاطة القوطة عليها. احط لها بقى التوابل بتاعتها اللي انت عايزاها برضو، تحطي بهارات، تحطي فلفل اسود، تحطي ملح، وتسيبيها بقى تستوي كده براحتها. ايدك برضو في اللحمة ما تنسيهاش برضو تانك تقلبي فيها على طول
عندي قرن فلفل حامي صغير كده، مش عايزاه برضو تبقى حامية قوي، خرطته. وقرن فلفل برضو ايه رومي صغير كده، خرطتهم كده وحطيتهم ايه على اللحمة بتاعتنا، واقلب برضو كده مع بعض، ونسيبها بقى براحتها كده تستوي. وحطينا بقى ايه معلقة صلصة كده على اللحمة، تقلبيها بقى كلها كده ايه في بعضها عشان تشرب كلها من بعضها كده، وتهدي بقى عليها النار وتسيبيها براحتها كده تستوي. كانت الصلصة بتاعت الفاصوليا هي تستوت اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. كبيت بقى على الفاصوليا، طبعا الفاصوليا كنت منقياها وغسلاها وكنت واخداها سلقة. اقلبها كده في الصلصة بتاعتنا اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ونزودها بقى شوية شوربة شوية مية برضو. عندك شوربة مش مشكلة، زودي شوربة عادي. وما فيش شوربة خلاص مش هتقف، نحط شوية مية كده ونسيبها ايه تغلي كده وتستوي بقى مع بعضها، تاخد مع بعضها كده غلوة حلوة كده، ونحطها بقى ونسيبها ايه مع بعضها. البشاميل اللي بقى انا كنت عملته ما صورتوش بصراحة يعني. عملت البشاميل، طبعا كلنا عارفين البشاميل اللي بيتعمل ازاي. ويا حبيبي انا بحب السمك كده، وانا ولا عايزاه تقيل قوي ولا خفيف قوي. دي المكرونه بتاعتنا هي سلقتها اهيت اهي زي ما انتم شايفين كده، كنت سلقاها اهيت وعملت البشاميل. جبنا بقى الصينيه اللي هنعمل فيها كده، وحطيت فيها شويه زيت كده تحت. تفرشي بقى الزيت في قلب الصينيه كلها، وتحطي عليها معلقتين بشاميل في قلب الصينيه، وتحطي برضو على المكرونه معلقتين بشاميل، وتقلبي المكرونه كلها ببعضها. اه يا حبيبي انا بحب السمك كده في البشاميل، مش عايزاه يبقى تقيل قوي، عشان لما بيبقى تقيل قوي اما المكرونه بتستوي بتبقى عامله كده ماسكه كده ببعضها جامد، ما بتبقاش حلوه. فانا بحب السمك كده، مش عايزاها تبقى تقيله قوي، هو ده كويس كده يعني في المعقول. حطيت بقى شويه بشاميل كده في الصينيه وفريتهم في الصينيه. اه يا حبيبي كده كده اما احط على المكرونه، والمكرونه على بشاميل برضو هتفرد كلها مع بعضها. احط بقى معلقتين كده بشاميل على المكرونه واقلبها كلها ببعضها. ديت كميه المكرونه كلها اللي عندي. اه يا حبيبي كده كبيت شويه بشاميل كده على المكرونه، ونقلبها ايه كلها كده مع بعضها. هنحط بقى شويه مكرونه كده في قلب الصينيه على البشاميل، ونفردها كلها كده في الصينيه. هنحط نص الكميه اللي عندنا، يعني نص المكرونه اللي عندنا هنفرشها كلها كده في الصينيه. اه يا حبيبي نفرشها كلها كده ببعضها. ونجيب بقى ايه اللحمه بتاعتنا ونفردها كلها كده على المكرونه. نحطها كلها كده ونفردها على المكرونه بتاعتنا. تحطيها بقى كلها كده وتفرديها على الصينيه. تلمي بقى كل اللي في الصينيه ده عشان ما تسيبيش حاجه ايه تروح في الغسيل، خساره يعني. تلمي المكرونه بتاعه اللحمه كلها، ما تسيبيش حاجه في الصينيه. اهي يا حبايبي لميتها كلها كده وحطيتها على المكرونه بتاعتنا. هنجيب بقى النص المكرونه، هنجيب بتاع المكرونه الباقيه ونحطها ايه على على اللحمه. فتفرديها بقى كده ايه على اللحمه بتاعتنا عشان ايه اللحمه تتدرى كده وتبقى جوه في قلب المكرونه. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. تجيبي بقى البشاميل وتحطيه ايه
على وش الصينية. اهي فردنا بقى المكرونة كلها كده، فردتها كلها كده على في الصينية. اجيب بقى البشاميل واحطه بقى ايه على وش المكرونة، ونفرده برضو على الصينية كلها. اهو يا حبيبي بقى نجيب البشاميل كده نحطه على الصينية ونفرده كلته على بعضه كده، نفرده كده على وش الصينية. وعندك بقى جبنة حطي، عندك عايزة تحطي قشطة براحتك حطي، ايه عايزة اللي انت عايزاه تحطيه على وش الصينية، كل واحد حسب ما بيعمل وحسب ما هو عايز. حطيت بقى البشاميل كده يا حبايبي، محدش يقول لي البشاميل رقيق ولا عامل، لا وانا بحبه كده، ما بحبهوش يكون تخين، لا انا عايزاه يبقى نفس السمك كده، مش عايزاه يبقى اهو يا حبيبي فردتها كلها كده. انا كنت عامله البشاميل وحاطه في قلبه قشطه في البشاميل، وانا بعمله انا بحب احط عليه قشطه عليه يعني عشان يحمر الوش وكده. جبت برضو معلقتين جبنه كده وحطيتهم برضو ايه، كانت جبنه رومي عندي، حطيت برضو معلقتين جبنه كده حطيتهم على وش الصينيه. اهي يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، وده صينيه البشاميل بتاعتنا خلصت. طبعا الفرن بقى مولعينه من تحت، فرن كهرباء تولعيه من فوق ومن تحت، فرن بتاع بوتاجاز هتولعيه من تحت. وما يستوي المكرونه من تحت كده تغلي وتستوي كده، هتروحي جايه ايه مولع عليها الشوايه. جبت معلقتين جبنه كده، كانوا عندي معلقتين جبنه رومي، حطيتهم بقى ايه على وش الصينيه كده، مع اني ما كنتش محتاجه، يعني انا حاطه اصلا في البشاميل قشطه فمش محتاجه، هو كده كده وشها هيحمر من القشطه اللي انا حطاها على البشاميل. بس انا قلت مش مشكله، دول بقى كانوا معلقتين جبنه عندي كده، قلت ايه احطهم على وش الصينيه يعني. مولعه الفرن طبعا بقى، والفرن سخن، حطيتها بقى يا حبايبي كده استوت اهي معانا زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي ايه رايكم بقى في الجمال بتاع النهارده وفي المكرونه بتاعتنا دي. اي يا حبايبي زي الفل ازاي. هنقطعها بقى كده ايه وكنت كان عندي فرخه كده عملتها برضو، ودي الفاصوليا بتاعتنا اهيت، وعملت رز حبايه وحبايه بتاع ده رز بشعريه، وفرخت كده الفاصوليا وحطيت طبقين لحمه مفرومه، وبتاع ده طبقين مكرونه بشاميل والفرخه بتاعتنا. ويا رب اكلنا النهارده يعجبكم، ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه، وقولوا ايه رايكم النهارده في المكرونه اللي احنا عملناها مع بعض. وما تنسوش تصلوا على النبي حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله.